طبعا للسد أداء ونتيجة. والآن طبعا في الدقائق الأخيرة ويحاول الزمالك أن يقلل الفارق، إنما يفوز شوية في صعوبة. يعني باقي دقيقتين من الآن بالضبط وفرق كبير 32، يعني 8 أهداف، 32 24 8 أهداف، وأقل من دقيقتين مهمة قد تكون مستحيلة. لعيبة السد طبعا لعيبة على خبرة كبيرة وبمستوى عالي. عبد العزيز الظفيري ينزل في رميات الجزاء، يصوب زكي ولا يتحرك من مكانه طبعا الظفيري. اذا هدف لصالح الزمالك. هاي نازل ليش يا الظفيري؟ حتى انا اقدر انزل واسوي شيء في المرمى. تلعب الكره، نشوف طبعا الان الكره تنقطع عن طريق تمريره خاطئه، تنقطع الكره تروح لصالح الزمالك، وتصويبه حلوه وبروست يصيدها وترجع الكره مره ثانيه وتصويبه على مرحلتين الزمالك يتم تسجيل هدف. وطبعا شوف الان طبعا التصويبه هذه كانت من لاعب الزمالك محمد هاشم ويسجل للزمالك. وعبد الله بريك ينزل ويحاول طبعا ايضا يساعد فريقه في هاي الهجمه. تروح الكره، الله 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 الله, الله. وين التصويبه؟ ضاعت طبعا التصويبه من نشوف الكره طبعا لزكي. الان تصويبه كانت وترتد، وعبد الله الكره وين؟ هل في المرمى ولا خارج المرمى؟ لا والله خارج المرمى وضيع الفرصه. طبعا باقي تقريبا نص دقيقه مشاهدينا الكرام، ونقول مبروك والف مبروك للسد والزعيم والمركز الثالث في البطوله الكبيره بطوله القارات. وطبعا الظفيري في المرمى ويصدها ايضا الظفيري وبرافو، وتصويب ايضا وتم صدها. ومشاهدينا طبعا ثواني وينتهي هذا اللقاء لجمع السد القطري مع طبعا اشقائنا نادي الزمالك المصري، ونقول مبروك الف مبروك للسد الزعيم. وطبعا المركز الثالث في هذه البطوله بطوله القارات، بطوله ابطال القارات سوبر جلوب 2012. وطبعا السد الافضل، السد طبعا بالرغم من النقص العددي ولكن طبعا الشجاعه واداء رجولي من افراد فريق السد، نشكرهم على الاداء العالي ونبارك لهم على المركز الثالث. ومشاهدينا الكرام لكم اجمل تحيه مني معلقكم رضا موسى مع نهايه هذا اللقاء. والان طبعا نستريح ونعطي الفرصه للكباتن في الاستوديو التحليلي، زميلي خالد محمد وكابتن عادل وكابتن جوهر نبيل، ونقول له هارد لك يا كابتن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.